اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بقسماط صحي، مش هنستخدم فيه الدقيق الابيض خالص. عايزه اقول لكم بقى، مين فينا مش بيحب البقسماط كده؟ سواء في الفطار مع كوبايه شاي او قطعه كده من الجبنه، او كمان بياخدوا سناك كده بين الوجبات. النهارده هعمله معاكم بطريقه سهله جدا، وفي دقايق بجد هتحضريه. مش هياخد منك وقت ولا مجهود، والقرمشه بقى بتاعته زي ما سمعنا كده عاليه جدا. تابعيني بقى في الفيديو علشان نشوف الطريقة. يلا كده بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. في البداية كده أنا جبت قطعة صغيرة من الخميرة البيرة، أنا بحب أستخدم البيرة. لو مش متواجدة عندك مفيش مشكلة، هتستخدمي الخميرة الجافة. هتاخدي معلقة مش كبيرة قوي ولا صغيرة، يعني معلقة متوسطة كده. حطيت عليها معلقة من العسل، وابتديت كده أحط حوالي 3 معالق كده أو معلقتين من المية، ودوبتهم بالشكل ده. وهسيبها دلوقتي، وهجيب بقى كوبايتين 2 من الدقيق الاسمر اللي هو دقيق الحبه الكامله. هنعمل النهارده البقسماط بتاعنا من دقيق الحبه الكامله. انا بستخدم سنبله الفرات للي حابب يسال. حطيت عليهم رشه من الملح كده بتاعت كل المعجنات والمخبوزات، لازم طبعا رشه الملح دي، وابتدات اقلبهم بالشكل ده. ودلوقتي هضيف كده ربع كوبايه من زيت الزيتون، ربع كوبايه كفايه قوي. وحطيت كده الخميره بتاعتي زي ما شفتوا كده، بقى عليها فوم كده او رغوه، يبقى هي كده تمام. ودلوقتي بقى هبتدي انزل بالميه كده، علشان هبتدي اعجن العجينه بتاعتي. مش هقدر اقول لكم الميه قد ايه بالظبط، لان كل دقيق ليه مقدار معين من الميه. فانا هنزل كده شويه بشويه لغايه ما بلم كده الدقيق بتاعي او العجينه بتاعتي، وخلاص ببدا ان انا اعجنها. الدقيق الاسمر يا جماعه اللي هو دقيق الحبه الكامله بيبقى سهل جدا في العجن، ما بياخدش منك مجهود خالص. يعني زي ما انت شايفه كده، ده وقت العجن بالظبط. لميت كده المكونات بايديا، بس زي ما بقولك تنزلي بالميه كده شويه بشويه، ما تحاوليش تنزلي كتير تعومي الدنيا. حلو قوي كده، انا لميت كده كل العجينه بتاعتي ونضفت كده الطبق، وبقى زي الفل زي ما انتم شايفين. والعجينه بتاعتي اتعجنت، لونها غامق شويه علشان الدقيق بتاعنا دقيق اسمر. انا بستخدم زي ما بقول لكم سنبله الفرات، لان في ناس كتير بتسال على اسم الدقيق، وببقى قايله برضو الاسم، وبلاقي برضو ناس بتسال. انا مش عارفه يا جماعه، انتوا بتسرعوا الفيديو ولا في حاجات ما بتسمعوهاش ولا ايه؟ خدت كده العجينه بتاعتي بعد طبعا ما خمرت، انا غطيتها وسبتها تخمر في مكان دافي كده. طبعا عشان الجو حر دلوقتي انا ما بسيبهاش يعني فتره كبيره، ربع ساعه بس. خدتها كده ولميتها، وابتدات ان انا احطها على الرخامه وقطعتها بالشكل ده. هاخد بقى قطعه كده، وهبتدي ان انا اقفلها. انا مش هقدر اقول لكم بقفلها ازاي، بس انتوا شايفين قدامكم. وحطيت كده سمسم، وببتدي ان انا كده ابرم عليه بقى البقسماط بتاعي بالسمسم. عايزه برضو اوريلكم الطريقه مره تانية، هعملها معاكم مره تاني. ببرم بقى كده البقسماط بتاعي، والتشكيل بتاعه بيبقى سهل جدا، لان العجينه بتاعه الدقيق الاسمر بتبقى سهله التشكيل جدا وسهله العجن. اهو باخد قطعه كده وبلفها بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، وبرجع الفها تاني واقفلها كويس قوي عشان ما تفتحش معايا. وبمربها برمه خفيفه كده، وبحط السمسم والف كده العجينه بتاعتي على السمسم، وخلاص كده تشكل معانا. ولو هي طويله زي كده بقسمها قطعتين. اه حلو قوي كده. هعمل برضو قطعه كمان عشان تخلي بالك انا بعملها ازاي. بجيب كده القطعة بتاعتي اللي انا قسمتها، وببتدي كده الفها بالشكل ده. اهو التشكيل بتاعه يا جماعة سهل جدا، مش عايز وقت خالص. يعني ممكن تعمليه في اي وقت، والتخمير ما خدش مني اكتر من ربع ساعة. وبحط كده السمسم في التوقيت ده بقى. لو انت مش عايزه سمسم، ممكن تحطي بقى الشمر واليانسون، بيدي نكهه حلوه قوي. ممكن تحطي حبه البركه، يعني زي ما انت عايزه البذور اللي تحطيها براحتك خالص. اه قطعه كمان نشكلها مع بعض برضو، عشان اللي ما خدش باله بقفلها بالشكل ده، وبرجع الفها تاني، بس بقفلها كويس جدا اهو زي ما انتم شايفين، وببرمها بسرعه بسرعه، وبحط السمسم، وبلف العجينه على السمسم، وخلاص كده الموضوع بتاعي انتهى. هعمل بقى كل الكمية بتاعتي. طبعا كوبايتين اللي انا عملتهم الدقيق الحبة الكاملة عمل لي كمية حلوة جدا، عمل لي الصينية دي طبعا كمية حلوة جدا. والقطعة الصغيرة اللي بقيت عملتها حلقة بالشكل ده مدورة كده، بيبقى شكلها حلو قوي. ممكن تعملي الكمية بتاعتك لو انت عايزة مدور كده برضو، بيبقى حلو قوي. بالنسبة بقى للتسوية، انا دخلته فرن على درجة حرارة 160، بيقعد حوالي نص ساعة بس. بعد التشكيل انا بسيبه حوالي ربع ساعة تاني، ما بدخلهوش على طول. لازم اسيبه ربع ساعة، وبرده على حسب درجة حرارة الجو. ممكن لو درجة حرارة الجو عالية قوي، بعد ما بتخلصي كده ب15 دقايق بتروحي مدخلاه على فرن سخن 160 درجة، ما تحاوليش تعلي عشان يقرمش معاكي. اسمعوا بقى القرمشة بتاعتنا عالية جدا. شايفين بقى مقرمش ازاي؟ بجد تحفة. انا في تكاية برضو عملتها عايزة اقول لكم عليها.
بعد ما بتحطيه كده في الفرن على درجة حرارة 160، ما تزوديش خالص وما تحطوش في الأرضية، حطيه في النص كده في رف أوسط. بيقعد حوالي نص ساعة، ممكن يبقى أقل ممكن يبقى أكتر على حسب التسوية بتاعتك، وكل فرن غير التاني في التسوية. بسيبه شوية بقى كده في صهد الفرن، هيقرمش معاكي أكتر. وبحطه كده بعد كده في علبة بالشكل ده وبحفظه. ده بعد يومين 3 كده، شايفين بقى القرمشة؟ بيفضل مقرمش معايا كده فترة كبيرة من غير تلاجة ولا أي حاجة خالص. تاخدي بقى وحدتين الصبح كده في الفطار مع حتة جبنة كده، أو مع كوباية شاي باللبن أو كوباية شاي براحتك خالص. وممكن كمان تاخديه سناك بين الوجبات، حلو جدا. الطريقة بتاعته سهلة وبسيطة، والمكونات بتاعتنا بسيطة جدا. أنا بتمنى إن انت تعمليه وتكتبي لي رأيك ايه في التعليقات. يلا بقى، سلام، باي باي.